أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وألقيت عليك محبة مني فلما رأينه أكبرناه. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب السراج المنير صلاة مطلقة جامعة لكل خير دافعة لكل شر، وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم. وأخرست بالأسماء قوما تكلموا بسر جلال الذات فالكل أخرصت. وأوقفت أيدي الضاربين ومن بغى بهيبة أسماء الجلال وما حوت. وأبطلت سحر الساحرين ومكرهم بعزة قهار به السحر أبطلت. اللهم احجبني وقناتي عن كل حسود عارض ظالم، واظهرني لكل محب مسلم طيب مناصر. مدد يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله أيها السراج المنير مدد. السلام عليكم إخواني الكرام، أخواتي الكرام، محبي قناة الإنسانية 676. مرحبا بكم العائلة الكبيرة ديال الصلاة على النبي، المعظمين للصلاة على النبي، المستمدين الخير كله من الصلاة على النبي، والدافعين الشر كله بالصلاة على النبي. إخواني الكرام، اليوم غنعاود لكم واحد القصة وتستافدوا منها لكل من كانت له غاية أو حاجة لله تعالى. أي واحد فيكم أخوتي كان عنده شي غرض كيف ما كان، دنيوي أو أخروي، يعني باغي تقضي غرض في المقاطعة، باغي تنجح في مشروع تجاري، باغي تزواج، فهو عمل لكل الأمور بإذن الله تعالى، وهو أن تصلي ركعتي حاجة لله تعالى بنية قضاء حاجتك، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 مرة أو أكثر بالصلاة الأمية التي نصحتكم بها. ولمن يريد أن يعرف فضل الصلاة الأمية في هذا الزمان، سأترك لكم رابط الفيديو في أول تعليق، شاهدوا الفيديو فإنني تحدثت عنه باستفاضة عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. وهو أحسن بداية يبدأ بها من يريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتحقيق أهدافه ولكي يكون موصولا بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا أن تصلي ركعتي حاجة لله تعالى، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة الأمية 100 مرة أو أكثر حسب استطاعتك، وأن تقول هذا الدعاء تناجي به الله تعالى وتتضرع به إلى الله تعالى من أجل أن يقضي حاجتك، سواء كانت آنية أو كنت في ورطة أو شدة أو كان هدف مستقبلي. تضرع إلى الله بهذا الدعاء بهذه الطريقة التي نصحتكم بها، فإنها طريقة مباركة وسهلة وغير محيرة وغير مكلفة، لا في الوقت ولا في الأذكار ولا في أي شيء، فقط تحتاج إلى قلب سليم يعظم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرف بأن مقامه عند الله تعالى عالي جدا، وبأن الله تعالى يحبه. ومن أجل حب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنت تضرعت إلى الله تعالى بنبيه وبحبيبه، فإنه بإذن الله تعالى حاجتك تقضى ما دام فيها خير لك. كما قلنا صلاة ركعتي حاجة، الصلاة على النبي، أنا أفضل الصلاة الأمية، وكل الصيغ مباركة، ولكن إن صليت بالصلاة الأمية فهو أحسن، لأنه سيكون لك ورد فيها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة، إن كنت قد أخذت من قبل بنصيحتي في كيفية بداية الصلاة على النبي لتحقيق أهدافك. ثم تقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة. أو تقول: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة وحبي له أن تقضي حاجتي، وهي هكذا. وهناك قصة بخصوص هذا الدعاء، هو أن العلامة أبي بكر جابر الجزائري رحمة الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، كنت قد قرأت له كتابا في 2006، وذكر
قصة حدثت له مع هذا الدعاء المبارك ومع فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثت له شخصيا ذكرها في أحد كتبه التي كنت قد قرأتها، ولا أتذكر العنوان بالضبط، ولكن أتذكر القصة الداعمة لهذا الدعاء. كان في يوم من الأيام يريد أن يسافر إلى أحد الدول عبر الطائرة، ولما ذهب إلى المطار وأراد الحصول على تذكرة من أجل السفر عبر الطائرة، وجد الطائرة كلها ملأة. وقالت له المسؤولة عن بطاقات ركوب الطائرة بأن الطائرة ملأة والبطاقات والتذاكر كلها بيعت. فقال لها: هل من طائرة أخرى؟ هل من موعد آخر هذا اليوم؟ هل من طيران آخر؟ فقالت: لا، هذا اليوم الطائرة الوحيدة الموجودة هي هاته وكلها ملأة، وهو ولا بد كان يجب أن يسافر ذلك اليوم. ثم ذهب إلى المسجد الموجود في ذلك المطار. ونحن في الدول الإسلامية العربية تقريبا كل مطار أو كل محطة قطار أو حافلات ولا بد أن تجد مسجدا صغيرا يصلي فيه الناس صلواتهم التي أدركتهم هناك. فذهب إلى ذلك المسجد وصلى ركعتي حاجة كما قلت لكم. ولكن أنا نصحتكم بزيادة 100 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانت وقته ميسرا وظروفه ميسرة، كبركة وكشحن لدعائه وعزيمته. ثم يقول هذا الدعاء، أو إن كان الوقت يداهمك فأنت أصلا إن كنت صاحب ورد صباحي ومسائي ومكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنت الحمد لله موصول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مجرد تصلي ركعتي حاجة وتقوم بالدعاء يقضي الله حاجتك بإذن الله تعالى. المهم، أبي بكر جابر الجزائري العلامة الكبير صلى ركعتي حاجة وقال هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة وحبي له أن تيسر لي الحصول على تذكرة. ثم بعد انتهائه من الصلاة ومن الدعاء عاد إلى المسؤولة عن التذاكر فقال لها: هل من تذكرة؟ هل تغيب أحد؟ هل كذا؟ فقالت له: سبحان الله، واحدة موجودة. وذكرت له سبب هذه التذكرة التي وجدت. المهم، الشاهد في القصة هو الإنسان كيفما كانت حاجته وكيفما كانت كربته، فهذه طريقة من الطرق المباركة التي يتضرع بها إلى الله تعالى ببركة الصلاة على النبي لتحقيق حاجته، سواء كانت حاجة آنية أو حاجة مستقبلية أو هدف معين. فكيف حصلت هذه التذكرة؟ حصلت بقوله تعالى بأمره تعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. تضرع العلامة أبي بكر جابر الجزائري إلى الله تعالى بإيمانه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحبه له، وكان في تلك اللحظة مسلما إلى الله تعالى وقلبه موصول بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب له الله تعالى الذي يمد الكون كله والذي يأمر الكون كله. صافي أخوتي مزيان، هذه القصة ذكرتها لكم لمن أراد أن يتبرك بها ولمن أراد أن يأخذ هذا الدعاء، سواء تقوم بهذا العمل بالطريقة التي قلتها لك أو تدعو بهذا الدعاء في دعائك بعد الصلوات أو في أي أمر. يعني لك حاجة في سوق أو كذا تصلي، إن تيسرت لك الصلاة فصلي، وإن لم يتيسر لك فاللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بحق إيماني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وحبي له أن تيسر لي أمري في هذا السوق، أن تيسر لي الحصول على الوثيقة الفلانية، وهكذا. فإخواني الكرام، إن كنتم تحافظون على ورد الصباح والمساء 100 مرة من الصلاة على النبي يوميا، فهذا الأمر بإذن الله تعالى سيعمل معكم وسيستجيب لكم الله تعالى. وإن كان ميسر لكم في اللحظة التي تريد أن تدعو فيها تقوم بها كما قلت لك، صلاة الحاجة 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأقل بالصيغة الأمية أو بأي صيغة مباركة أخرى، ثم الدعاء بهذا الدعاء، فإنه يستجاب لك ويفرج الله همك وتقضى غايتك. ولا زلت أتحدث بعفوية لأن أحب العفو وأحب السريان خاصة في مثل هذه الأمور.
لأن فيها جمالية أن تتحدث بالسريان، لأنه يصل القلوب أكثر. وإن شاء الله من بعد إن أردتم أن أرتب الأمور وأرتب الأحاديث وأرتب الكلام فسألبي رغبتكم، ولكن أنا أفضل السريان هكذا، يعني أشعل الكاميرا وأبدأ أتحدث. مرة يلهمني الله تعالى أن أتحدث باللغة العربية، ومرة يلهمني الله تعالى أن أتحدث بالدارجة المغربية. المهم أن تصل الفكرة، والقلب السليم فتكفيه الإشارة فقط. القلب الموصول بالله الذي يحب الخير لنفسه ولا غيره تكفيه الإشارة ويبدأ العمل ويستفيد هو ويدعو لك بالخير. فأسأل الله العظيم أن تكون قلوبكم سليمة، وأن يسلمها الله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنصحكم إخواني الكرام بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعن برامج قناة الإنسانية المباركة الخيرة التي ستكون متنوعة بإذن الله تعالى. المهم أنكم لن تروا فيها بإذن الله تعالى إلا العلو، وإلا ما فيه صالحكم في دنياكم وآخرتكم بإذن الله تعالى. وأطلب منكم أن تقوموا بالضغط على زر الإعجاب حتى يصل الفيديو وهذه الإرشادات التي يسوقها الله تعالى عن طريقي إليكم إلى أكبر عدد ممكن من المحبين، فلعل أحد يحتاجها أكثر منك وقلبه موصول بالله، فقد يحتاج هذا الدعاء وهذه الطريقة ليتضرع بها إلى الله تعالى لتقضى حاجته، فتكون في ميزان حسناتنا بإذن الله تعالى، وينتفع بها هو ويصلح المجتمع. هكذا لا تحقرن من المعروف شيئا. لعل هذه النصيحة تصادف قلب موصول بالله فيدعو بها إلى الله تعالى من أجل إصلاح البلد، فيصلح البلد بأكمله ببركة هذه النصيحة. فلا تحقرن من المعروف شيئا أخي الكريم أختي الكريمة. وبإذن الله تعالى كنت قد تحدثت في درس مطول كجلسة عائلية عن أسرار نادرة للنجاح في التجارة. فهناك من يستطيع، درس مطول تقريبا من 43 دقيقة، فهناك من له قدرة على أن يسمع درس بهذه المدة، وهناك من ليست له قدرة. ففكرت بإذن الله تعالى أن أبدأ سلسلة لمبادئ النجاح في التجارة. أقول في كل درس تقريبا من 10 دقائق 12 دقيقة هكذا أتحدث فيه عن مبدأ من المبادئ حتى تسهل الاستفادة منه. فبإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله أو غدا سأبدأ في المبدأ الأول لمن أراد أن يعرف مبادئ التجارة على نهج محمد الإدريسي العلوي المستنبط من نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المتنزل في الواقع المغربي المعيشي حتى يستطيع عامة الناس الاستفادة من هذه المبادئ. يعني أتحدث عنها بواقعها المعاش الذي سيعيشه التاجر، سواء في السوق أو في الشارع أو في الفراشة أو في الشركة وهكذا. لن أقوم بدرس علمي محض يعطيك المبدأ باللغة العربية، أو قال العالم الفلاني قال كذا وأتركك هكذا في النظري. فالنظري حلاوته وبركته هو التطبيقي. وحتى لا أطيل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعكم بهذا الدرس وبهذه الطريقة، وأن يستجيب الله دعاءكم ويحقق أهدافكم بها، وأن يجعلها في ميزان حسناتي ومفرحة، وفي ميزان حسنات سند الروح ونسب التراب وزيادة في شرف ورفعة جد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والضامن جاه اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب السراج المنير صلاة مطلقة جامعة لكل خير دافعة لكل شر، وعلى آله وصحبه وسلم.